السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أينما كنتم وحيثما كنتم في هذا الفيديو الجديد. طبعا يا أخوان، كل ما نقول إن الوضع بيزين في اليمن يزيد تعقدا ويزيد ألم ويزيد قهر. كل ما نقول اللهم اجمع شملهم كل ما تفرقوا. يعني هؤلاء مثل قوم نوح. اليمن مثل قوم نوح، عندما قال الله سبحانه وتعالى، عندما قال نوح عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. طبعا هذه الآية تطبق على أهل اليمن. كل من يبغاهم يتوحدوا ويتجمعوا ويوحدوا الصفوف ويخرجون من هذه الأزمات ومن هذا الألم ومن هذا القهر، كل ما زادوا عنفوان وكل ما كل واحد يبغى يسيطر على جهة. الحوثي ماسك في صنعاء، الشرعية ماسكة في مارب، الانفصالي ماسك في الجنوب، الآن الحضرموت يبغى دولة لحالة. يعني بيرجعوا اليمن الواحد إلى 7 دول، كل دولة بشبه قرية. وهذا من مصلحة من؟ طبعا من مصلحة اللي انتم عارفين. كل ما تقسمت بلاد كل ما شدوا فرح. أصلا معالجة الأمور في أيديكم أيها اليمنيين. والله أن أمورنا وأمور الشعب اليمني وأمور الأراضي اليمنية في أيديكم يا أصحاب القرار. إذا اجتمعتم على كلمة وحدتم هذا الشعب، وإذا تفرقتم كل واحد تبع على دولة أجنبية، والله أنكم بتمزقوا الشعب هذا إلى 100 قطعة. عرفتوا؟ فكيف نسوي احنا؟ طيب احنا الشعب، يجب من الشعب أن الحاجة اللي غلط غلط. مثلا أهل الجنوب الآن مصاغين إيش ورا الإمارات. الإمارات إيش صلحت للسودان؟ إيش سوت السودان؟ بعد ما تم تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، رجعت تقسم الشمال تبغى هذولتين، وجهة منهم من صاغ ورا الإمارات. وانظروا ماذا يحصل في السودان. فهذا المشهد لا نريد أن يتكرر عندنا في اليمن. فيا أهل الجنوب ويا أهل الشمال، أنتم أخوان وضد العدو الخارجي. كونوا على كلمة وكونوا على يد. هذه يعني خذوها يعني من ابن يعني أصيل يمني أصيل. إذا أنتم أصلاء، فيكم أصالة اليمن، فيكم أصالة العروبة، أنتم بتعرفوا هذا الكلام. يعني إيش فائدة يا أخي الفرقة والتقسمة لصالح من؟ أنت عندما تقسم بلدك وتدمر بلدك أو تخون بلدك، أنت تخدم غيرك ما تخدم نفسك. بالنهاية أنت مجرد عامل عنده شغال بإيجار.